راكم شفتوا هذه المهزله اللي وقع، هذه مذبحه للديمقراطيه في المدينه ديال التماره. صور الرئيس ميزانيه ديال 27 مليار، تيجي مع الصباح تيدخل مع الباب، جايب واحد الاعضاء اللي هما معاه، جابهم وصوتوا في الباب دغيا وقال لهم الميزانيه راه صوتنا عليها. دخلنا تتفاجئوا تيقول لك الميزانيه صوتنا عليها بحضور واحد الناس غيورين، لدرجه انه ثار الغضب ديال الاغلبيه منه، الاغلبيه اللي معاه، وناضت وانسحبت من الجلسه، قالت اللهم هذا ان هذا لمنكر. تصور رئيس لجنه الماليه حتى هو تيقول لك ان هذا الشيء راه ماشي ديمقراطي وماشي قانوني وتنسحب. المعارضه تنسحب وتيرجع صوت، قال لك صوت على الميزانيه، ورجع الميزانيه عاوتاني من شاف راسو راه وحل، قال لك غنصوتوا عاوتاني من جديد على الميزانيه. اذا هذا العبث. هذا الرئيس خصو يمشي بحاله. ما زالت اصر على ان هذا الرئيس غير سوي، خاصو يرحل من مدينه تماره. جايين مدين يدينا باش نصوتوا على النقاط ديال السلطه اللي دايرها من اجل التنميه ديال المدينه، فاذا به ما يمكنناش نصوتوا بدون وثائق، تنطلبوا الوثائق ما كايناش الوثائق. وحنا مع التنميه اللي دايره السلطه المحليه، حنا بغينا نصوتوا جايين على اساس كمعارضه اتفقنا على اننا نصوتوا من اجل التنميه، ولكن بشريطه ان يسلم لنا الوثائق. السيد ويستفز الاعضاء ولا يعتبر احد. وشكرا.